مش موضوعي دلوقتي، يعني ما بفكرش فيه. انا مبسوطه باكاديميه الفنون، وانا بحترم كل الناس اللي تتعب قوي، يعني تدرس وتشتغل على نفسها وتثقف نفسها مظبوط عشان توصل لهدفها انها تبقى فعلا يبقى فنان ذو قيمه. يعني بتفرق كتير قوي الفنان الدارس عن اللي مش دارس. يعني انا لما ابقى في مهرجان مثلا وفي لجنه تحكيم، طب انا على اي اساس اقيم اذا انا مش دارسه وفاهمه؟ لكن انا كواحده دارسه في فنون مسرحيه، انا بدرس حرفيه سيناريو، بدرس حرفيه اخراج، بدرس كل حاجه حوالين مني، بدرس نقد فني، يعني ماده نقد فني، فاقدر انقد، اقدر احلل، يعني الدراسه مهمه جدا. ساعات بيقولوا الموهبه بتطغى عن الدراسه او الموهبه هي الاساس، لان الدراسه لوحدها لا تكفي، لكن اللي يخلي الموهبه تبقى ليها قيمه اكبر هي الدراسه. استاذه الهام ممكن هنا شويه. ما فكرتش حتى الان، ربما. استاذه الهام، حضرتك النصايح اللي قلتيها لإلهام